حكاية قديس وشهيد قصتنا قصة الأنبا بولا أول السواح. الأنبا بولا كان ابن راجل غني جدا، كان ليه أخو تاني أكبر منه كان اسمه بطرس، وهم الاتنين لما توفى والدهم فبولا راح قعد مع أخوه بطرس، لكن بطرس ظلمه في الميراث جدا، وبطرس خد نصيب اتنين وإدى بولا نصيب واحد بس. فقال له طب ليه انت كده واخد الميراث الكبير ومديني أنا الميراث القليل؟ قال له علشان انت صغير وهتصرف الفلوس دي، هتصرفها كلها من غير ما تبقى عارف هتصرفها ازاي. لكن بولا في الوقت ده زعل وقال لاخوه تعالى نروح انا وانت للقاضي، والقاضي هو اللي يحكم ما بيننا. وهم ماشيين ورايحين للقاضي بس لقوا في جنازه جايه، فبولا في الوقت ده سأل واحد من الناس اللي ماشيه في الجنازه وقال له هو مين المتوفي، وعرفه ان هو كان راجل غني جدا من اعيان المدينه. وفي الوقت ده الانبا بولا قعد مع نفسه وفكر وقال طب ما ده كان غني جدا، لكن لما مات ما خدش اي حاجه، وانا دلوقتي هتخانق مع اخويا وهعمل مشاكل مع اخويا عشان الميراث. فقال له في الوقت ده خلاص يا بطرس تعالى هنرجع انا وانت. وهم وراجعين في السكه قال لاخوه انا مش عايز منك اي حاجه، طب اسبقني انت يا بطرس. فبطرس سبقه وراح على البيت، لكن بولا راح في الوقت ده وعاش خارج المدينه في قبر يصلي لمده 3 ايام، حياه نسك جامده. لكن بعد كده ربنا قال له اذهب وروح قلايه في الصحراء. فراح القلايه في مكان بعيد جدا وعاش في القلايه دي لمده 70 سنه، ما كانش بيشوف فيهم بشر خالص. لكن بعد كده ربنا قال للانبا انطونيوس وهو كان بيصلي، كشف له ربنا وقال له ان في واحد عايز زيك في حياه كأن حياه ربنا، مش انت بس اللي عشت اول واحد في الصحراء. ففي الوقت ده الانبا انطونيوس راح له وعرف مكان الانبا بولا، ولما وصل للانبا بولا لقى انه الانبا بولا بيصلي وقريب جدا من ربنا، فقعد وصلى معاه. وهو بيصلي بعد ما خلصوا الصلاة ربنا بعت في الوقت ده مع الغراب، مكان بيبعت للأنبا بولا نص خبزة، بعت خبزة كاملة. والأنبا بولا قعد حكى قصته كلها للأنبا أنطونيوس، وبعدين قال له عايزك تروح تجيب لي الحلة بتاعة القديس أثناسيوس. وفي الوقت ده الأنبا أنطونيوس راح يجيب الحلة للأنبا بولا، لكن لما رجع شاف حاجة غريبة جدا، شاف إنه في ملاكين واخدين الأنبا بولا وطالعين بيه للسما. فعرف في الوقت ده إن الأنبا بولا تنيح. فالأنبا أنطونيوس وقف وقعد يقول طب أنا إزاي، أنا راجل كبير في السن ومش هقدر إن أنا أكفن الأنبا بولا، ساعدني يا رب. وقعد يكلم ربنا، فربنا بعت له في الوقت ده أسدين، والأسدين هم اللي حفروا مكان ما يدفن الأنبا بولا. كان باستئذان من الأنبا أنطونيوس، لأنهم كانوا الأسود بيبصوله كأنهم بيستأذنوا منه، وهو أمرهم يحفروا فين. وبعد كده الأنبا أنطونيوس وضع جسد الأنبا بولا وكفنه. وبعديها رجع الأنبا أنطونيوس وكان معاه الملابس بتاعت الأنبا بولا اللي هو من الليف، وكان بيلبسها البطريرك في الوقت ده 3 مرات في السنة. لكن في ملك بعت 2 من الرجالة يبحثوا عن جسد الأنبا بولا، قالت لهم ملايكة وقالت لهم إن ربنا مش عايز يبين مكان جسد الأنبا بولا دلوقتي. وفعلا بعد كده قعد وقت كبير جدا، وبعديها ربنا عرف مكان الأنبا بولا. وبركة القديس الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس تكون معانا، ولربنا المجد الدائم للأبد آمين.